الخيار بيدك، ما الذي تريده؟ التعاسة أم السعادة؟ الضعف أم القوة؟ الفشل أم النجاح؟ التفكير الإيجابي أم التفكير السلبي؟ اختر ما شئت. القاعدة الثانية: ليس هناك فشل بل تجارب فقط. No failures, only feedback. هذه القاعدة من القواعد الجليلة أيضا. فمن سنن الحياة البلاء، والبلاء يعني الاختبار والتمحيص، بل إن ذلك سبب الحياة. ففي القرآن الكريم: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وفي: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. البلاء يأتي بالصبر والمجاهدة. وفي الأثر: المؤمن مبتلى. أنت كإنسان تمر باختبارات وتمحيص مستمر، فأنت مبتلى، والمقصود بالبلاء الاختبار، وهنا بالذات نعني به التجارب. فأنت مجرب، والبلاءات التي تمر بك هي تجارب تفيدك أكثر مما تضرك لو فقهت استخدامها. ولو أنك اتخذت كل أمر على أنه فشل أو نجاح فسوف تتعب. سؤال: كيف يأتي النجاح؟ وهذا سؤال جيد. النجاح يأتي بعد سلسلة تجارب، التجارب تأتي بعد سلسلة فشل. إذن الفشل أول طريق للنجاح، ألا توافق؟ ليس هناك فشل، هناك تجارب فقط، لا أخطاء، فقط نتائج، لا أغلاط، فقط تعلم. كل تجربة تمر بك هي ميدان للتعليم. إذا كنت ممن يفشل فأنت ممن يعمل. أنا أعرف شخصا لا يفشل، هل تعرفه؟ هو الذي لا يعمل. فهو لا يفشل ولا ينجح. الذي يعمل ويحاور ويثابر يفشل وينجح. عندما أنظر إلى الماضي وبتمعن أجد أن فرص الاستثمار والفوائد والنجاح فيه كانت بعد فشل نفسي أو اجتماعي أو مالي أو غير ذلك. من أكثر من عانى الفشل في حياته رجل اسمه إبراهام لينكولن. كانت حياته مليئة بالفشل الأسري والاجتماعي والمالي والسياسي. أتعرف من هذا الرجل؟ إنه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وأحد أكبر منظريها وفلاسفتها. هل سمعت بأحمد بن تيمية؟ سمي بشيخ الإسلام وصارت له الإمامة المطلقة في عصره، وأضاء العالم بفكره. بل إنني أشعر أحيانا أن سكان العالم اليوم جميعا متأثرون بفكره وهم لا يعلمون. لقد كانت حياته تشريدا من بلده، وسجنا، وقتالا، وتشويه سمعة، وادعاءات، وجيوشا من الحاسدين، لكنه في النهاية انتصر. فلا تخلو مكتبة محترمة اليوم من مؤلفاته. دعك من هذا وذاك. هل سمعت بمحمد الهادي المبين والرؤوف الرحيم ذو القلب الكبير والعقل المنير؟ دانت له الأفكار وفتحت له الأسوار، ودخل منهجه بيوت القريبين والبعيدين. كيف كانت حياته؟ في البداية رفض وشتم واتهامات بالجنون وادعاءات بأنه جاء بفتنة لتفرقة صفوف العرب، ثم تعرض بالكلام والضرب والتشريد، ثم فشل في دعوة كثير من قبائل العرب وأولهم أهل الطائف، ثم هجرة وغربة، ثم الجهاد والقتال والبلاء تلو البلاء، لكنه في النهاية انتصر، بل ودام نصره أبدا. هل تمر بفشل في حياتك الأسرية أو الاجتماعية أو التجارية أو في أي مجال آخر؟ هنيئا لك، الآن بدأت تعيش. هل أنت أحد الذين نبذهم المجتمع أو الأسرة أو المسؤولون أو من تحبهم أو من لا تحبهم؟ الفأل لك، سر قدما. هل أنت ممن لا أصل له أو لا مال له أو لا جاه له؟ الخير لك. لحياة عزيزة هي كما عبرت هيلين كيلر: مغامرة جريئة أو لا شيء. قل لمن لا يعاني لا معنى لحياتك. لا ينهض بالمجتمع والأمة العربية والإسلامية إلا من خاض التجارب واستعد للنجاح. هل تستطيع قلب ماضيك ميدانا حافلا بالتجارب؟ كن متقبلا للفشل، واطلق على كل فشل اسم تجربة، واعتبر كل تجربة درجة على طريق سلم النجاح. الأكثر فشلا هو الأكثر استعدادا للنجاح. أريد فقط منك أن تدون أهم المعلومات. الذي يسمع فقط يحصل على 30% فائدة، الذي يسمع ويدون يحصل على 50%، والذي يسمع ويدون ويطبق يحصل على قرابة 80 إلى 90% فائدة. لا تسمع فقط، دون، تفاعل، طبق. هذا سلوك الناجحين المؤثرين في أنفسهم وغيرهم.